بتحسي بالامان مع مين؟ طيب خلينا الأول نعرف مساحة الأمانة دي إيه. هو مش مرتبط بمكان قد ما هو إحساس جوايا، أنا بروح فيه مع نفسي. الإحساس ده بعيشه مع نفسي، ومفيش مانع إن أنا أعيشه مع حد كمان، أخده معايا المساحة بتاعتي دي. مساحة الأمان هي قلبي. الله. مساحة الأمان هي قلبي. قلبي جميل، قلبي هدية من ربنا. فبسمح لناس تدخل المساحة دي، وما بيفرقش معايا بقى اثبتوا ان هم تمام، يستاهلوا ما يستاهلوش. انا حبيت اللحظه دي معاك وانا سمحت لك تدخل المساحه دي. اول حد طبعا، اول واحده مها، مساحه الامان. تاني واحده، هما اتنين بصراحه توأم روحي، ماما واختي. ما شاء الله. الحمد لله. بعد كده الناس اللي اهلا باي حد يدخل المساحه بتاعتي دي. وانت عارف الدنيا دايما مش لازم تكون دايما، احنا بنتقابل فترة وبنبعد، ممكن نرجع تاني ممكن ما نرجعش. فمساحة الأمان هي قلبي. بص هطلع، بص جاي اطلع منك حاجات ما حدش بيطلعها. ما سهل. فانت بحس بالأمان مع مين؟ مع صفا دي، صاحبي الأردني اللي تعرفنا على بعض في لبنان من 10 سنين، وتعهدنا إن إحنا هنبقى شاطرين، ورصينا فاهم ليست اوف ماسترز فاهم واتشيفمنت، سفر دول معينة ومش عارف إيه، وهو عمل 100% من اللي تعهدنا عليه، وأنا عملت قول مثلا 60-70% من اللي تعهدنا عليه. بنشوف بعض مرة كل 3-4 سنين صدفة في بلد ما نبقى احنا الاتنين فيها، فتقابلنا ايفنت كده ايه؟ لا ينقطع بينا التواصل، تواصلوا مع بعض على طول. لدرجة العودة للأمان. أنا صفا دي لو وأنا بكتب له رسالة بطمن عليه أنا ببقى مطمن. اوكي. صفا دي لو أنا لقيت نوتيفيكيشن من ويس أحب ودي يطمن. مجرد إنك تتكست حد زي ده، عارف اللي هو أنت عارف إن الشخص ده مش عايز فعلا فيما يربط بيك غير إنه يشوفك كويس. هو واحد في الحياة بس اللي ماليش الصفة دي. وسبحان الله ربنا برضو عشان دايما مكتوب النقصان على كل شيء، يديني الاحساس العظيم ده في واحد. accessibility ان احنا نشوف بعض صعب، بس when it comes to quality cool انا مش عايز اعيط. لسه شويه. الصفة دي طبعا. بص الحمد لله الحمد لله، بس يعني البيت بحس فيه بأمان قوي. اوضتي، البيت نفسه، عيلتي وصحابي، يعني دول 3 عواميد بصراحة. يعني اكتر 3 عواميد بلجأ لهم قوي في الوقت ده. ف البيت هوم نفسه. انا بتعلق كمان بالحاجات عامة. فكل لما ال 3 parts دول او 3 aspects دول stable، صحابي، العيلة بالذات الاتنين دول، انا كده في امان جدا الحمد لله. فدول اكتر حاجتين برجع لهم. وممكن مؤخرا، مش مؤخرا قوي، يعني اخر كام سنة عرفت ان انا اكون لنفسي انا امان. يعني بقيت بعرف اقعد مع نفسي، مش بعملها من ناحية خروج على قد ما بعملها من بغرض افهم اكتر. بقيت مرتاحه مع مشاعري اكتر، مع مخاوفي اكتر. يعني قبل كده كنت ممكن اخاف اقعد مع مخاوف، مش فكره اخاف اقعد مع مخاوف، ما كنتش بعرف امانج ده لوحدي. كنت لازم اجري على حد يساعدني ان انا اهدى، يساعدني ان انا انظم مشاعري. ما كنتش بعرف اعمل ده لوحدي قوي. مسؤوليه ولا احتياج؟ كان احتياج، انه انا مش عارفه اعمل ده، انا محتاجه حد يجي يهديني، محتاجه حد يجي يحسسني بده، مش عارفه اعمل ده لنفسي. لا مع الوقت بدات اعرف اعمل ده، مع الثيرابي، يعني السكه دي خدتني في انه لازم ابني لنفسي انا امان. فاي ثينك انه حلو ده. بتحسي بالامان مع مين؟ برضه مش شرط اشخاص. عارفه في اماكن، في شغل، في خروجه، اكله، عارفه في ناس. بص اصل فعلا انت جيت في وقت، انا في وقت من حياتي فعلا دي الحاجه انا دلوقتي ببحث عنها
وبس يعني براجع من مفهوم الامان بالنسبه لي هو ايه، وبلاقيه فين، ان انا فعلا حاسه ان دي حاجه انا مفتقداها. فسؤالك بالنسبه لي صعب، يعني ان انا بحس شعور الامان مع مين او فين صعب، بس ممكن يبقى ليه علاقه برضو يعني باجابتي في اخر سؤال، ان هو فعلا بص، أصل هو الامان ده حاجه كبيره قوي، اكبر من يعني حسب من العبث او من العبث ان احنا يعني حاجه كبيره زي الامان نبقى نخليها تبقى معتمده على حاجه متغيره او متقلبه زي قلب الانسان. ان انا مثلا اخلي اماني معتمد على اي شخص مهما كان كويس، حتى لو اب، حتى لو ام، حتى لو زوج، بس هو بني ادم وبشر والقلب بيتقلب، فاني اعتمد الامان يعتمد على حاجه متغيره، لا دي حاجه انا يعني ده اللي توصلت له، لا ده عبث. الامان حاجه كبيره تعتمد على الحق، الحاجه اللي هي المؤكده اللي هو ربنا. فانا بلاقي اماني برضو في نفس النقطه اللي كنت لسه بقول لك فيها، اللي بكلمك عنها، اللي هي اقرب نقطه. هي مش عارفه ليه، معرفش ليه فعلا، هي بيبقوا الاثنين ريليتد ببعض. الاقرب نقطه ليا مع ربنا لما بحس فعلا بقمه الصله والتواصل، بيبقى اقرب نقطه ليا مع نفسي برضو، بحس اني كونكت بنفسي. معرفش، يمكن عشان احنا كلنا يعني مخلوقين من روحه وفينا من صفاته يمكن، فكل ما بنعرف عن ربنا ونقرب، كل ما بنفهم عن نفسنا ونقرب. بس شعور المعية بتاع ربنا يمكن هو ده أكتر حاجة بتحسسني بأمان فعلا. على فكرة يعني عايزة أقول لك دي حاجة توصلت لها، أنا بتكلم دلوقتي إن أنا فعلا في فترة ده أكتر حاجة مسيطرة عليا، أنا عايزة أدور على الأمان. فيمكن فعلا دي النقطة الثابتة، الحق اللي ممكن الأمان يركز عليه. لو قبل ما تنامي بتفكري والله قبل ما أنام وانا صاحيه حاجة شغلاني قوي، أنا عندي شعور خوف كبير جوايا يعني بيحركني كتير، فالخوف عكسه الأمان، فده اللي بدور عليه يعني إحساس الأمان أكتر حاجة بيجيلي وأنا مع ربنا، ومش إجابة كليشيه، بس فعلا ربنا هو الوحيد اللي في إيده كل حاجة. ربنا هو الوحيد اللي مهما في حاجات مستخبية جواك تقدر تشاركها بكل أريحية، من غير ما تخاف، من غير ما تحس إن أنت ممكن ما تفهمش صح. هو اللي عالم بيك، وهو اللي في إيده القدرة إن هو يغير ده. فأول حد طبعا ربنا، تاني حد هم عيلتي. وأنا عيلتي زمان ما كنتش بفكر كده، يعني زمان وانا في الجامعه كان بالنسبه لي اكتر ناس بحس معاهم بالامان هم اصحابي، وانا كمان الطفل الصغير. فعارف انت الطفل الصغير بيبقى دايما اهله زهقوا خلاص بقى، يعني عارف تحس ما عندهمش الباور ان هم يربوه، يعني خلاص بقى انت ربي نفسك يعني. وانا بابايا كبير جدا ومامتي هم الاثنين كبار في السن، فالجاب ما بيننا عالي قوي. فالجاب دي طبعا مأثره في الفكر ومأثره في كل حاجه يعني. فوانا في الجامعه كنت دايما بفكر ان اصحابي هم اكتر ناس بحس معاهم بالامان، لحد ما دخلت جيش. في الجيش كل واحد بقى بيشوف حياته، عشان صحابي بقوا في الجيش هم كمان، فكل واحد شايل بلوته، واللي بره الجيش بدأ يشوف حياته ويشوف شغله. ففي الفترة دي أدركت إن لا، مهما كان لك صحاب كويسين ومحترمين وقريبين، عيلتك في حتة تانية خالص، عيلتك حاجة تانية خالص. مش عشان صحابك وحشين، لا، عشان في الآخر كل واحد له حياته، في الآخر كل واحد هينشغل بحياته، بس اللي دايما هيكونوا مركزين معاك مهما كانوا مشغولين هم أهلك. انا فاكر بابايا كان الوحيد اللي بيكلمني كل يوم في الجيش، مره الصبح ومره بالليل، وانا عمري في حياتي ما احتجت حد يكلمني بالفريكونسي دي قد الفتره دي في حياتي، فتره الجيش. لدرجه ان انا في مره بعد مثلا شهر ما كان بابايا بيكلمني كل يوم الصبح وبالليل، الصبح وبالليل هو ومامتي، من كتر ما انا حبيت الاحساس اللي هو قد ايه انا كنت مقصر في حق عيلتي او متخيلهم بشكل، وهم لا، هم في حته تانية اعلى بكتير. انا يعني نزلت تليفون كده بوسطه، فاكر الموقف ده، موقف حساس جدا، وانا اصلا مش شخص عاطفي يعني، مش شخص ايموشنال، بس من كتر ما فعلا تحس ان انت لا، انا عيلتي في حته تانية، انا عيلتي عمرها ما تقارن بحد. وتالت ناس طبعا زوجتي واصحابي، يعني دول اكتر ناس فعلا بحس معاهم بالامان. وانا على فكره شخصيه سيلكتيف جدا في اختيار الناس، يعني شخصيه ما بتعرفش تتماشى مع اي حد بسهوله. ممكن اتكلم مع كل الناس، ممكن كل الناس تبقى النتورك بتاعتي، اتكلم معاهم واهزر معاهم، بس فكره احس مع حد بالامان دي بتحصل قليل قوي. فيعني هو كده بالترتيب: ربنا، اهلي،
زوجتي، صحابي. حلو ان انت مقسم كل حاجه بالظبط. بس ايه اكتر حاجه بتخليك تسحب نفسك من الناس؟ الفضول. الفضول بيخنقك. الفضول اللي هلاقيه في بنطلوني بعد كده ههينه. انا الفضول بيتعبني، لان في فضول منعدم الحياء. في فضول انا اقول لك انت رايح فين بعد كده؟ تقول لي رايح اقابل يعني صاحبتي. ايوه هتقعدوا فين؟ هنقعد عند امك. انا بقى هنا بقف، انا بقف على طول، انا ما بديش مساحه. فانا فعلا، وده يمكن ده معروف عني، حسام غير متوقع هيمشي امتى لو احنا في خروج. انا لو في خروجه تمام بقول له عيل، بس اتفتح توبك في نم على حد او في ظلم لحد وكل واخد جنب معين ومصدر الحد ده. اوكي. انا سلام عليكم، وغالبا مش هقول سلام عليكم، اقوم اكني داخل الحمام واختفي واسيبهم بعد بقى الخروجه خلصت. تقول له حسام فين؟ حسام فين؟ هروح. ايه؟ هروح فصلت منكم. انا القعده اللي ما بتوزنيش، فاهم؟ مش بتوزنيش كمكانه حسام، لا يعني ما يراعوش عاطفه حسام في حساسيه التوبك اللي مطروح. لا بقى دي انا متاكده منها. انا لما انا بص، انا عامه يعني انا شخص اصلا اجتماعي ودوائري كتير وبحب اقعد قوي وسط الناس، ده بحبه. في نقطه كده لما بوصل لها بسحب نفسي، مش بقدر لما ابقى موقف معين مثلا او قعده معينه او حاجه حسيت ان انت لا مش موجوده في القعده دي، صح؟ مش موجوده في القعده دي. قصدك بمعنى ايه؟ مش يعني مش فيزيكال. افهمك، مش present يعني قصدك؟ بص يعني اللي انت بتقوله قريب. لما بحس ان انا في الدوينج مش في البينج. في الدوينج بمعنى ان انا محتاجه وسط الناس دي عشان احس ان انا ببيلونج وافيت ان، زي ما اكيد كلنا عندنا الاحتياج بتاع ان انت تبقى وسط الناس بتبيلونج وبتفيت ان. احس ان انا محتاجه ابقى في الدوينج واعمل حاجات اكسترا عشان اتقبل. احط بقى ماسك، البس ماسك عشان الناس تبقى مستلطفاني. احس ان انا بنهج كده. لا، بسحب نفسي، بحس لا، انا بحب او بفضل اني اكون وسط ناس انا في البينج ستيت. يعني انا زي ما انا، مش محتاجه اكون بتصنع حاجات عشان اتقبل، مش محتاجه اكون حد غير نفسي يعني. وانس اني يعني بلقط اللقطه بتاعت ان انا في الدوينج وبنهج وبعمل اكسترا ورك عشان احس اني مرتاحه ومقبوله وبفيت ان، لا بجد ببقى ديسكونكتد عن نفسي طبعا تماما، وطاقتي عند الناس مش جوايا. فلا، بسحب نفسي، بفرمل نفسي. يمكن زمان ما كنتش بعرف القط ده، ما كانش عندي الوعي الكافي. بلقط نفسي امتى؟ لما ببقى غرقت بقى، لما ببقى ناس ورا ناس ورا ناس ورا ناس وشهور انا في الدوينج ستيت، وفجاه لقيت نفسي وقعت وتعبت ومش فاهمه ليه. اروح بقى للثيرابيست تفهمني ليه. من دلوقتي الحمد لله بقى عندي قدر يعني شويه من الوعي ان انا بلقط نفسي اول باول. لا، ما تروحيش هناك ياسمين، انت تستحقي تبقي ياسمين من غير ما تبذلي اي حاجات متصنعه عشان تبقي بتفيتي ان او تبيلونجي. لما بتحبي ترتاحي بتروحي فين جواكي؟ قلبي. حط ايدي على قلبي بسأله اخبارك ايه؟ السنتر بتاعك. يس، قلبي. بتكلم معاه دايما، بسأله. انا الحمد لله رب العالمين عارفه احتياجاتي، عارفه انا عايزه ايه، وفي نفس الوقت انا في سعي مستمر ان انا اقرب لنفسي اكتر، ان انا افهم نفسي اكتر. وانت بتقول كده سمعت معايا حاجه، انه لما ببقى عايزه اسيلبريت حاجه عملتها مثلا، ببقى عايزه اجسدها قوي. يعني ببقى عايزه احتفظ بالصوره دي على قد ما اقدر، فاقعد اكتب ديتيلز كتير قوي انا ايه اللي حصل في الحاجه دي، بحيث ان انا لو قريت الكلام ده افتكر كل حاجه، كاني عايزه اسيف الميموري دي قوي. ممكن انزل اطبع عليها صور. والله ده حلو قوي ده. اطبع صوره واحطها في واكتب تحتيها. يعني بحاول ان انا امسك فيها قوي كده، ما تروحش، تبقى موجوده كده. من الحاجات لما قلت ايه المساحه الامنه اللي بلاقيها جوايا مؤخرا، هو اني افسر مشاعري.
يعني اوكي حلو قوي دي. انا النقطه دي فرق معايا اليومين دول قوي، انه عشان تأثري مسافة جلد الذات. ايوه عشان اقصر مسافه بقى في حاجات كتير. بجد احنا بنقعد كتير قوي قوي، ممكن انت متضايق او مش فاهم في ايه او هي بجد بتقصر مسافه. ايه مشاعرك؟ وعلى حاجات عدت. ايه على حاجات عدت كمان. على حاجات عدت، وبتلاقي لسه فيها بوب ابس مشاعر، يعني في شعور كده انت مش فاهم طب ايه ده، ما انت الدنيا تمام معاك والدنيا حلوه، في ايه اللي حصل؟ او مش عارف هتعمل ايه في موضوع معين. ايوه فامسك بقى، بقيت اغوص كده جوه انا حاسه بايه. لما بقيت اسمي الشعور واقوله قدامي كده بقى سهل بالنسبه لي، او انا بقيت شايفه ان المشاعر هي رساله، هي جايه بتبوب اب جواك نوتيفيكيشن بشعور، طب تعالى نفتح الرساله. فبقيت اعمل كده، يعني الشعور انت لو الشعور ده اتكلم هيقول لي ايه، فلاقيه بيقول لي 1 2 3. طب انت محتاج مني ايه؟ فلاقي فيه ايه ده، باب بيتفتح، الطريق قدامي، انا محتاج منك 1 2 3. فانا مثلا عماله بتحرك في سكه تانية وشايفه ان ده الحل، لا انا مش محتاج منك كل ده، انا محتاج منك الحته دي. فده بقى يسهل، يسرع، يعرفني عن نفسي اكتر، فبقى مساحه امنه جوايا تكتر. فاكر لما قلت لك انه بحتاج دايما حد من بره يجي يمانج ده؟ لا لقيت انه الطريقه دي بتسهل، انا عارفه معنى صوت الحلقة فبتعرفك هو في ايه، فانت تاخدي قرار او تاخدي اكشن معين ايوه في الحاجة دي، فكنت هتعرفي تعملي ايه على الاقل يعني. ببقى فاهمه ان احتياجي بقى بيزد على الشعور ده، فبيتخلق طريق كده. حلو جدا. انا سعيد بالاجابة دي بجد والله. والله انا مش عارفه اللي جت طلعت. لما بحب ارتاح ما فين جواك تفتكر حاجات زمان، ذكريات مثلا صغيرة، عيلة، بيت، مواقف معينة، اماكن؟ وانا برتاح دلوقتي في العالم اللي انا فيه، العالم الجديد اللي خلقته ليا، اللي هو المخزن والعدد والشغل اللي بالايد والهوايات الجديده اللي طلعت معايا ديت والمزيكا طبعا. ولكن لما بقرر ان انا فعلا عايز اخش اريح في حته كده مرتاحه جوايا، الدراما. احب اشغل كده دراما، غالبا تبقى اجتماعيه رومانسيه، ولو تاريخيه في نفس الوقت تبقى خطر، فاهم؟ افلام بقى فاهم، ولو افلام سايكاديليك بس ريليتد تو لاف برضه في الاخر لازم، زي مثلا برادلي كوبر مثلا فليمتلس مثلا. الله ده فيلم فاهم سايكاديليك وبتاع، واحد بيغير فاهم شيفت موده كله وبتاع، وبيبقى اتشيفبل، بس في نفس الوقت بيحب مش عارف يواجه، فاهم اللي هو بيعمله ده ان هو غلط مع القصص دي. انا لاني بعيش فيها حاجات انا كان نفسي اعيشها، فاهم اقصد ايه؟ اما بتفرج على الدراما بختار الدراما بجد حاجات انا نفسي اعيشها. لا وانا كمان عبيط، يعني هتفرج على مسلسل انا هاكت يعني لو عجبتني الكاركتر اللي شغال الحالة بتاعته انا هعيش، ولا هعيش والبس الالوان دي فاهم، يومين ثلاثه وامشي يتكلم بصوته وبتاع ترتاح نفسيا من دول. اوف، لانه عمل حاجه، ما هي دي ميزه، هي دي اهميه الدراما. الدراما بتقدم لك الشيء اللي انت ما وصلتلوش. انا بميل اكتر اني يعني بحط نفسي في حاجه فيها طبيعه اكتر. انا بتوتر قوي، بحس الديسكomfort اللي هو عكس الارتياح لو حاجات فيها تكنولوجي وناطحات سحاب ودوشه وزحمه حاجه بقى سامعه فيها صوت الكون كده والبحر والسماء والميه والكلاب وكده اكتر ستيت يعني كسيتنج يعني برتاح فيه. جوايا بقى ممكن مثلا افكر انه ايه جوايا بلاقيه لما بكون في هذا السيتنج. هقول لك ان انا لما بكون في هذا السيتنج، بص انا المكان المفضل ليا نويبع. نويبع اللي هو هي ابعد ما يكون عن الزحمه والحاجات البشريه المصنعه، فهي مجرد طبيعه هدوء، فده بيخليني ابعد عن الاصوات الكتير اللي حواليا اللي تسمعي نفسك. ايوه بالظبط. انا رحت قبل كده عملت نفس ايوه انا بسمع relaxation. فعلا صوت نفسي فعلا، ودي حاجه احنا في الحياه الزحمه اللي احنا فيها بنفتقدها. عارف اللي هو بيبقى اللي هو ايه، وطى الصوت
بتاع الدوشه اللي بره. بالظبط. بالظبط. هي هدوء غير طبيعي. واحنا في عالم دوشه قوي واصوات الناس كتير ومجتمع اكسبوزد قوي، كله اكسبوزد على بعضه، فلا الاصوات بتصيص غصب عنك، بتاثر فيك. بقى ثانيه واحده اسمع هنا بيقول ايه هنا في ايه. فيمكن ده اكتر سيتنج كده برتاح فيه، بحتاجه كل فتره بقى عشان اعرف اكمل في الحياه الدوشه دي يعني. بروح ليه حسين كان فين وبقى فين دلوقتي او بيعمل ايه. اكتر حته ببسط بيها بدايتي كانت عامله ازاي ودلوقتي وصل لحد فين. انا شخص انا بابايا زي ما قلت لك اكبر مني بحبه كتير، يعني بابايا دلوقتي عنده 75 سنه. وانا الطفل الصغير بابا خلفني في سن كبير قوي. فمن فتره كبيره وانا معتمد على نفسي، يعني تقريبا من اولى جامعه وانا معتمد على نفسي. طبعا بابايا معايا باللي يقدر عليه واهلي معايا باللي يقدروا عليه، بس لا انا معتمد على نفسي في كل حاجه. فانا عملت حاجات كتير قوي لوحدي، ويمكن ده توفيق ربنا ليا عشان بابايا ما كانش قادر يعمل اكتر من كده واهلي ما كانوش قادرين يعملوا اكتر من كده. فاكتر حاجه بفكر فيها مع نفسي وبرتاح وبحس فيها بالامان ان انا عملت ايه. وطبعا كله بتوفيق ربنا، بس انت قد ايه فخور بنفسك اللي انت وصلت للمرحله دي، وقد ايه فخور بنفسك اللي انت لسه قدامك حاجات كتير قوي عايز تعملها تاني. بس طبعا هو الواحد من غير توفيق ربنا ما كانش عمل اي حاجه خالص يعني. مش وصل اللي وصل له دلوقتي. بالظبط. صح.